السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم لعشاق القهوه. كما انايا وصفه شوفوا تقطر بالبنه، تهبل بكريمه جديده. كما راكم تشوفوا هنايا غادي الشكل تاعها جاي شباب تاني والمذاق تاعها تاني شباب بزاف. هنا غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها وكي جات من بعد نروحوا للوصفه. شوفوا لي هنايا غير حطيت الخضمي راحت الطراوه ما شاء الله، والكريمه ما نهضروش عليها. شوفوا لي هنايا الله يبارك. المهم قبل ما تبدو لا فيديو فضلا وليس امرا، خلوا لي جيم لا فيديو. اللي ماهاش مشتركه معنا في القناه تشترك، مرحبا بكم. ونروحوا مباشره للوصفه. هنا عندي 200 غرام تاع المارغرين، اللي تبغي تضاعف الكميه تضاعف. عندي 200 غرام تاع المارغرين طريه تكون بحراره الغرفه. عندي 3 مغارف كبار تاع الزيت مع حبه تاع البيض مع مغرف تاع لافاني. غادي نخلطوا المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا لي ونتحصلوا على شكل كريمي. خلطوا غير كيما هكا بالفوي عفوا، ولا تبغوا الباتير تاني دبروا رسالكم. نزيدوا هنايا مغرف تاع النسكافيه، نزيدوا مغرف تاع المايزينا ومغرف تاع السكر غلاس تاع السكر الناعم. نعاودوا نخلطوا المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا ويدخلوا كاع في بعضهم. من بعد نبداو نضيفوا في الفرينه بالتدريج. هادو هما المكونات هنايا. ما غادي نضيفوا لا الخميره الكيميائيه لا والو. شوفوا لي هنايا القوام تاع العجينه لازم تكون طريه بهذا الشكل. انا هنايا استعملت هاد ليمون جايين صغار بزاف، ماشي صغار بزاف يعني ملاح. الحبه تجي ظريفه وتجي شابه. ونبداو نعمروا في الحبه ونساووا فيها دوك الاطراف. المهم هنايا ما انتبهتش للكاميرا ولا للتصوير، حتى من بعد من كنت ندير في المونتاج عاد اكتشفت باللي كنت نخدم واحد يمشي معاكم. المهم غادي نساوي كيما هكا كاع الاطراف بهذا الشكل. من بعد نجيبوا فرشيطه ونديروا ثقوب بهذا الشكل باش في الفور ما تصغرش وما تطلعناش الحبه على المول. نروحوا هنايا الكريمه. هنايا عندي 100 غرام تاع الشوكولا نوار، درتها على حمام ماء يذوب. وعندي هنايا نص كيس تاع شانتيي. غادي ندير معاه نص كيس تاع عفوا مغرف صغيره تاع النسكافيه. غادي ندير عليها ماء يكون حامي هكا باش نحل هذيك النسكافيه. كما راكم تشوفوا هنا نحلوها. من بعد كيما راه حامي كيما هكا نحطها على هذيك لا شانتيي. بهذا الشكل. من بعد نقعدوا نخلطوا مليح. لازم هذيك لا شانتيي لازم تحسوا هاك شغل تقالت كي تقعدوا تخلطوا فيها مع هذيك النسكافيه. من بعد كي تذوب لنا الشيكولا نروحوا نديروا هذا الخليط تاع الشانتيي، نعاودوا نردوه مع هذيك الشوكولا نوار اللي قلت لكم 100 غرام هكا. راكم تشوفوا هنا القوام تاع لا شانتيي كي خلطها لازم تتقال بهذا الشكل. هنايا كما راكم تشوفوا نخلطوا المكونات مع بعضها. هذه الكريمه غير جربوها، خاصه لعشاق القهوه. شوفوا ما شاء الله بنا الله يبارك. المهم نخلطوا المكونات. من بعد نديروا كيس بلاستيكي على الوجه تاع هذا الكاناج ونديروه اذا كنتوا عجلانين نديروه في الكونجيلاتور، ولا كما تبغوا ديروه غير في الفريجيدير وخلوه يبرد على خاطره. هنايا شوفوا لي القوام تاعه بعد اللي خليته برد. غادي تلقوه كيما هكا ثقيل. هنايا ما تخافوا لا منه لا والو.
غادي نروحو نجيبو الباتير ونخلطوه هكا، نتحصلوا على كريمه نقدروا نحشو بها الكاطو تاعنا. هنايا شوفوا حتى اللون تاعها يتبدل، يعني تعطينا لون كيما الكاباتشينو ولا. المهم هنايا شوفوا لي الكاطو طيبته هكا، هكا غير ذهبي، ما طيبتهش زياده. ونبدو نعمرو في الكاطو اللي عندنا. جهه نديرو فيها الكاناج اللي كنا خدمناه ولا كريمه النسكافيه، والجهه الاخرى غادي نستعملو طوفي كراميل بهاد الكراميل هذا ثقيل. شوفوا لي هنايا غادي نعمرو الجهه الاخرى. وباش ما نقعدوش ناكلو غير في الكريمه، نضيف لها انايا غير شويه تاع الكركاع. غادي غير هكا قطعتها غير بيديا بهذا الشكل، وغادي نديرو غير حبه هكا ولا قطع صغيره كيما هكا في الحبه، ومن بعد نبلع بهذا الشكل. غادي يتبلع لي بكل سهوله هكا. من بعد نروحو ندوبو ونكملو كاع الكميه اللي عندنا هنايا. من بعد نروحو ندوبو الشوكولا نوار. انايا ذوبت شوكولا نوار، ضفت لها شويه تاع الشوكولا بلون، يعني الشوكولا سوداء مع الشوكولا بيضاء هكا، باش تكاسي لي هذيك لا كولير نوار بزاف، تعطيني كولير يعني بيج هكا، ولا مهم تكون شابه. هنايا كما راكم تشوفوا، ونبدو نقلاصو في الحبه بهذه الطريقه. هنايا نصيحه ما ديروش فرشيطه، ديروا حاجه كبيره هكا باش ما يقعدش يطيح لكم الحبه وتغبنكم. غادي نقلاصوها ونديروها على كيس بلاستيكي ولا بابي كويسون ولا. من بعد نحركوا الحبه باش هكا ما تقعد لكمش لتحت لاصقه فيها الشيكولا. وكي تبغوا تقلعوا الحبه ولا تلقوا كي تنشف تلقوها فينيه وحدها. هنايا كما راكم تشوفوا، هنايا درت كي شغل كي الحبات تاع القهوه بهذاك المول اللي وريته لكم. درت غير شوكولا هنايا نوار ودرتها في هذاك المول. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.